عندنا حاجات كتيرة بقولها، وعندي بقى شوية حاجات كده عايز اقعد اتكلم فيها، بس يعني احنا اكيد هنعمل حلقة تانية بعد الكتاب. ان شاء الله. ناقصين رباية. ناس كتيرة عايزة تتربى، دي حقيقة، ناس كتيرة جدا محتاجة رباية هو يعني. هدفه الرئيسي ان هو يهايلايت على الحاجات لجيلنا احنا، جيل الثلاثينات ده اللي هو اواخر الثمانينات اوائل التسعينات لما بيجوا يربوا. خلي بالكوا بقى من تفاصيل معينه ظهروا في البيت كتير. العيل وهو صغير، تعرف ان في ريسيرشز عن تربيه الاطفال اول سنتين، عدد الاحضان اللي بيحضنها الاب لابنه او بنته هما لسه لحد سنتين، دي بتشكل يعني بعد سنتين ما تقدرش تشكل تاني، بتشكل نسبه الرحمه فيه هتبقى عامله ازاي، هتبقى قد ايه. ده حنين. فاهم؟ فانا بركز بقى في دي اخلاقيات بقى، فاهم؟ الممارسه، سؤاله عن الجيمز مش عارف ايه، شاركوا في هواياته، ابتدي شاركوا في موضوعات كبيره، فاهم؟ يعني اظهر في بيتك. يعني في ناس اعرفها ما شاء الله تبارك الله، يعني بتشوف عيالها بس، فاهم؟ فيديو كول وهو معاه في نفس البلد، فاهم؟ ولا لا ما انا عارف. بشوف صور وهو بيتمرن، فاهم؟ يا بص يا ابني بيلعب ايه ده، انت وصلت لايه يا ابني، واخد تاني جمهوريه وانا ما اعرفش مثلا. لا انا والله. بشوف نماذج من دي كتير. فانا فقد الشيء بقى، انت فاهم؟ بيعطيه قوي. فانا عشان الموضوع انا من زمان نفسي اعمل بيت، فقلت طب ما احط بقى في كتاب ايه اللي كان المفروض يحصل وايه اللي كنت هعمله، يمكن اللي عامله يعمل حاجه بيه ان شاء الله. ان شاء الله تكسر الدنيا زي ما بتكسر الدنيا في كل حاجه كده. حس براند زي ما انت اتس قلت. براند، يس. يعني انت عامل لنفسك بيرسونال براندنج. والبراند رحله برضو، زي يعني بيرسون رحلة. براند هو زي برضو طبعا مطعم زي كافيه طبعا. يطلع، فاهم؟ ايوه وبعد كده يطلع له كومباتيتور يغطي يطلع عليه، كومبات، فانت بتحاول تمبروف وتطور من فتشغل اداره نفسك. الار ان دي ريسيرش اند ايوه ديفلوبمنت، بالظبط، فاهم؟ تخش فمش عارف تطور، ايه، طب انا اعمل ايه جديد، طب انا تحسن ما اعرفش الكاستمر ايه. اكسبيرينس، تتعامل مع الناس ازاي، تاخد فيدباك الناس، هي برضو هي ايوه يعني انت بتتعامل مع البروفايل او مع نفسك ان انت كبراند، فانت بس. ايه اللي اعرف اعمله يا جماعه انا هعمله. انا بغض النظر انا مش مستني عشان مش في ناس مستني اللي هي راي بتقول حد. لك ايه، انا والله عندي كلام بس أنا مش عايز اطلع اتكلم، بحبش انا جو المشروع. خلاص اتنيل بقى، ما تقعدش تقول ان انت عايز تظهر ولا مش عارف ايه، اتعلم اقعد اتكلم. بس برضه فكره اطلع خلاص، ما تنظرش على حد، اطلع اعرض التجربه بس. صح. ما تقولش ايه الثلاث طرق، فاهم؟ للمحشي والاربع طرق، فاهم؟ للنجاح، وعمل اول $1,000,000 اللي هو ما عملهمش. ما تقولش كده، لا اطلع قول والله اللي انا بعمل 1 2 3 الفتره دي، انا دلوقتي بدات كذا 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 كذا، ويا جماعه نجح معايا. وده مش قاعده في المطلق، ان كل ما هو بعد القران في كلام. اي حاجه بعد القران فيها كلام مهما كانت ناجحه. يعني اللي عايز يقول لك فقد الشيء لا يعطيه، واحنا مصدقين قوي سنين عمر ليه؟ مين برضو اللي قال؟ ايوه انت لسه قايلها، فقد الشيء يعطيه قوي. لا يعطيه، طلع يعطيه بيعطيه قوي قوي، على فكره، طلع بيعطيه قوي وحلو قوي، فاهم؟ طيب عايزين بقى ايه اخر سؤال بقى، حته بقى ايه سينمائيه. حسام هيكل، تنصح نفسك بايه السنه الجايه، او تنصح الناس بايه، او تحب تقول ايه لنفسك، او تحب تقول ايه للناس؟ يعني حاجتين، حاجه ليك وحاجه للناس السنه الجايه، بما ان احنا خلاص احنا في اخر السنه، والحلقه دي لما تنزل ان شاء الله تنزل في اول 25، فاحنا عايزين نعرف بدايه السنه كده، ادي لنفسك هوب كده، اعتبره عيد ميلادك. خلينا نبدا بالناس الاول، عشان مفيش حاجه هضراني لحسام بشخصه، لان حسام عنده حاجات كتيره قوي بيفكر فيها. بس للناس اقول للناس خليك في حالك، ويعني اسيب الاختصاصات اللي هي بتاعت ربنا لربنا. فمالكش دعوه مين رزق بايه، ومين خد ايه، ومين قاعد على كرسي ايه، ومين ماسك فلوس ايه، ومين راكب ايه، مالكش دعوه. وربنا ده مقدر له كده، يبقى ده حقه. انت عندك مشكله بقى مع ان انت مش زيه، اشتغل على نفسك. ما ادكش ربنا برضو، خليك في حالك، لا تقارن ارضى. ولا تحط نفسك، ما تقارنش. يعني ما هو الرضا برضو، خلي بالك عمر بن الخطاب يقول لك ايه، اذا لم ترضى تراضى حتى ترضى. انت لو مش عارف ترضى ازاي، مثل ان انت راضي هترضى. فجزء كبير قوي من الرضا انك تخليك في نفسك. انا النهارده عامل ازاي، زي الفل، بكره هعمل ايه، لما اقصر مع نفسي ابقى عارف ان انا قصرت مع نفسي. لان برضو الناس زي ما بتقارن، يا عيني برضو ما بتقعدش بينها وبين نفسها، طب ما انا اللي ما روحتش قدمت، طب ما انا ما جات لي فرصه كذا وما عملتش. طب لا، ما بيقولش لنفسه الصوت ده، ما بيقولش لنفسه الصوت ده، لا ده بيروح يقول لا بس ده بص جات له على الطبطاب، ده جات له على الطبطاب يا عم. بص صبحي هو عم بيعمل بودكاست ومش عارف ايه وكده، وانا كنت في الشركه انا اللي كنت بدي تريننج اورينتيشن للناس، وانا اللي بعرف اتوكتف وبتكلم ومش عارف اشمعنى صبحي. قدره كده.
ورزقه كده وتركيبته عند ربنا، المعادله بتاعته كده، مالكش دعوه. لان على فكره في ايه صريحه: وما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم مشركون. انت مؤمن بربنا بس بتمارس الشرك في ايه؟ انك شايف ان الواسطه هي اللي حطت صبحي في المكان ده، شايف ان فاهم فلان هو اللي زق فلان، مش عارف ايه، مديري هو اللي يتحكم في ترقيتي، امي وابويا هم اللي يقولوا فاهم انا اتجوز ولا لا، مش عارف. كل ده شرك خفي. فخليك في حالك، مالكش دعوه خليك بحد. في حالك. خليك في حالك ومالكش دعوه بحد. ماشي. اقتدي، لا تقارن. في فرق كبير قوي. اقتدي بالناس لكن ما تقارنش. خد من عند صبحي فاهم حسن المقابله بتاعته، فاهم الكاستمر اكسبيرينس الجميله اللي بيقدم، الفولو اب بتاعه الجميل، بيبقى عنده حاجه ولا بروجكت زي ما انت بتعمل بقالك يومين. خد من عنده حسام فاهم الجري نفسها بتاعت وتقع وتقوم دي، فاهم وتقع وتقوم. طب بيعمل بيلهي نفسه ازاي؟ طب ايه الاكتيفيشنز اللي ممكن يعملها عشان يتخطى؟ اقتدي لكن لا تقارن. يعني ما تحطش نفسك في دي معادله. للناس بقى، ليك اه ليك انت بقى ايه نصيحتك لنفسك؟ ايه بقى السنه الجايه؟ انت عندك حاجات كتير قوي، قول لي حاجه واحده او قول لي طموحاتك، او انا عايز اعرف حاجه انت محددها لنفسك السنه الجايه، حاجه واحده. وانا السنه دي حاطط لنفسي ارقام واضحه وصريحه يعني في البيزنس بعملها ان شاء الله. ان شاء الله. ودي بيزد اون بلان كده معينه ريليتد تو الحاجات اللي بشتغلها. وحاطط لنفسي ان انا السنه دي اجرب لاول مره في حياتي، يبقى السنه كلها انا بحاول احافظ على اتزاني النفسي. فخليني هقول لنفسي ايه حلو، اني افكر نفسي دايما اختار هقعد مع مين وهقضي وقت مع مين، بس عشان ده اهم حاجه عندي في الحياه وقتي. ده فافتكر دايما يا حسام يا هيكل، هتقعد مع مين؟ هتقعد مع ليه؟ حتى لو قعدت سف وهري هختار برضه، هحاول اختار برضه الشخص. السف والله بجد. ايوه فاهمك. عشان ما اقعدش اسف مع حد فاهم أيوة. يعني اللي بقعد معاهم دول يقعدوا يقول لك بس روسيا المفروض تعمل. يا عم روسيا انت ما طلعتش بره مدينه نصر، مالك بقى بروسيا واللي بيحصل والليله فاهم؟ ويقعد يكئبك ويحسسك ان العالم بيولع من حواليه وهو فاهم ما طلعش بقول لك بره مدينه نصر. فبس احنا خلصنا. انا مبسوط جدا 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 والله، بس انا حاسس ان انا عايز اتكلم كتير قوي، بس تقريبا المكان هيقفل علينا خلاص. فانا مبسوط قوي والله. والله مكان جميل، والله مكان لذيذ حلو قوي والقهوه جميله. عايزين يعني نشكر موليري على استضافته لينا في السيزون ده، ودي سيزون واز بارد باي موليري. والحلقه دي كانت حلقه جديده من ريتوكس مع حسام هيكل، وشكرا.